الإسلام شريعة وعقيدة وحقيقة، وفيه العبادات، فيه المعاملات، فيه الآداب، فيه الأخلاق، منظومة من القيم، مجموعة من المبادئ، هي قواعد الإسلام. يعني المسلم لا يقبل بالربا، أساسيات. المسلم لا يقبل الخنا ولا الزنا، أساسيات. المسلم لا يكذب، لا يسكر، لا يسب، لا يلعن، لا يخون. هذه كلها آداب الدين. سلوكيات المسلم تشجع غيره أن يدخل في الإسلام. لذلك ربنا تبارك وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الخاتم، يعني لا نبي بعده. طب من يحمل اللواء ويحمل الراية ويكمل المسيرة؟ قال العلماء ورثة الأنبياء. كان الأول النبي يجي أو الرسول يجي يبلغ منهجه ويدعو الناس، لكن كان فيه رصيد بعدين، يأتي من بعده نبي آخر أو رسول آخر يكمل المسيرة ويدعو إلى توحيد الله عز وجل. بل وفي بعض الأحايين كان يتواجد في الوقت الواحد أكثر من نبي. يعني سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا عيسى، دول في وقت واحد. سيدنا داود، سيدنا سليمان كانوا في وقت واحد. سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، سيدنا لوط، دول كلهم كانوا في وقت واحد. شوف مجموعة من الأنبياء تواجدوا في أوقات واحدة. فيه نبي رسول يعني له رسالة يدعو إليها، وفيه نبي صاحب نبوة لكن غير مكلف أن ينشر نبوته أو ليست له رسالة، وده فرق كبير بين النبي والرسول. نعم، إذن عندنا معاملات، عندنا عبادات، وعندنا سلوكيات، وعندنا آداب، مبادئ وقيم وأسس. العبادات في الإسلام لها أكثر من معنى ولها أكثر من مغزى. يعني عبادة زي الصوم، إحنا صايمين، أنت لما تفكر فيها إيه صايمة؟ في عبادة معناها التوقف كم ساعة ويرجع يأكل؟ في. ما هو الغرض من العبادات إيه؟ الطاعة. أنت لازم تطيع في أمور ما تقبلش فلسفة، وما ينفعش فيها السؤال ولا يقبل فيها الجدال. في حاجات كده توقيفية من قبل الله. قال صيموا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ما تقدرش أنت تقول نمدوها لغاية العشاء، أو يا ريت نخلوا السحور كده بعد الفجر. لا، العبادات توقيفية من عند الله. ما ينفعش واحد يقول لي طب هو المغرب يعني ينقص عن العصر ولا العشاء؟ مش هو فرض واحنا كده نصلي لله؟ طبعا ما احنا ما راضينش موضوع 3 ركعات بتوع المغرب دول، احنا هنخليهم 4، خليها في الكمال كده على طول. مش كل ده تطوع، لا، أنت متبع ولست بمبتدع. ده النبي ما يملكهاش. النبي اللي هو الرسول المكلف المبعوث اللي علمك الصلاة وفرضت عليه الصلاة في الملأ الأعلى، وعلمنا الوضوء وعلمنا المواقيت، ده الظهر وده العصر وده المغرب وكده. يعني ما يملكش يبدل ولا يعدل، لا. أصلي العلة في العبادة الطاعة. سبحان الله، الجماعة اللي يروحوا يؤدوا عبادة الحج، هذه عبادة. اللي هيطيل الحجر الأسعد ببوسه
وبقبله. وهناك في رمز من الحجارة عاملين الإبليس في رمي الجمرات، يلم بالسبع حصيات ويرجم. هيرجم ايه؟ برضه حجر. طب والحجر الأسعد ما ده حجر. طب ايه الحجارة فرقت عن بعضها؟ ما ده حجر وده حجر، اشمعنى ده يقبل وده يرجم ويحدث بالطوب؟ هو كده مناسك. كان سيدنا عمر الله يرضى عليه يقبل الحجر الأسعد ثم ينظر إليه ويقول: أنا أعلم أنك حجر، أنت حجر، ضعت حجر نزلت حجر، أيوة أنت حجر، وأنا أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك أنا ما قبلتك، أنا ما قبلت. يبقى هنا الاتباع يا أخوانا هو الدين، الطاعة هي الدين. طب ما الصبح عندنا ركعتين، الظهر في كل يوم 4 مع يوم الجمعة، ده ظهر جمعة جامعة، ازاي يبقى 2؟ ما انت عندك خطبة حلت محل الركعتين الأولين. واحنا في صلاة الظهر دائما صلاة سرية، لكن يوم الجمعة الإمام بيجهر بالقراءة. هو النظام كده، ربنا عمل كده عشان عايز كده. احنا كل اللي نملكوه حاجة واحدة: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولذلك زمان فيه آية نزلت: من يعمل سوءا يجزى به. يا من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد من دون الله نصيرا. لما نزلت الآية دي، هي موجودة في سورة النساء، الصحابة بكوا، قال يا ويي ده العملية بالمرصاد، ده ربنا بيقول من يعمل سوءا يجزى به، على طول على الطاير كده فورا. طب وأينا لا يعمل ذنبا؟ مين فينا ما بيخطئش؟ مين ومين ومين؟ زعلوا الصحابة: ايه ده ما فيش فرصة. أقول لك من يعمل سوءا يجزى به، يا ويي شالوا الهم. فذهبوا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا رسول الله، كيف الخلاص بعد نزول هذه الآية؟ قال لهم: أيتيه. قالوا: ربنا بيقول من يعمل سوءا يجزى به، يتخذ على الحامي كده. طب وأينا لا يفعل السوء؟ أينا لا يظن الظن السيء؟ أينا ما يخبلش؟ أينا ما يوقعش وتزل قدم بعد ثبوتها؟ أينا من لا يذنب؟ أينا من لا يسيء؟ أينا إحنا كلنا أصحاب بلايا ورزايا يا رسول الله. طب أروحوا فين بعد ما نزلت هذه الآية؟ الآية دي قاسمة، الآية دي زي الضربة القاضية. إيه ده؟ ومين يطيق كده يا رسول الله؟ قال له: طب مهلا، أليس أحدكم تصيبه اللأواء؟ فيكم حد ما مرض شيء؟ قالوا: لا نمرض، كبار وصغيرين ونسوان ورجال، لا نمرض يا رسول الله. قال لهم: طيب فيكمش حد مضيق عليه في الرزق شوية، مقتر عليه في مسألة الماديات؟ لا كتير، كلنا تعتبر تحت خط الفقر يعني، إلا قليلا. قال: هذا هو الذي تجزون به في الدنيا، إنما أنت ربطتها بنار الآخرة. لا، شوية المرض بالنسبة لك أنت كفارة. ما من شوكة يشاكها العبد إلا وغفر الله بها له ذنبا، وحط عنه بها سيئة، ورفعه بها أجرا، وأعطاه عليها فضلا. قال هو ده يا أخوانا الذي تجزون به. قالوا: بس احنا خايفين من نزول هذه الآية، والآية دي بالنسبة لنا احنا قاسمة يا رسول الله، شديدة وعنيفة ومش عارفين احنا نعمل ايه وبتاع. قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل من قبل: سمعنا وعصينا؟ انتوا هتجدوا عشان توصلوا للمرحلة دي؟ قالوا: لا نقدروش، بس احنا خايفين، احنا مرعوبين يا رسول الله، الحمل تقيل، الأمر واضح، من يعمل سوءا يجزى به. قال: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدها بلحظات نزل جبريل بالقرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دي جت البراءة دي. شوف هم كانوا مرعوبين، كانوا خايفين. قال لك اللي يغلط غلطة الغلطة فورة، على طول خبط غاز كده هو. فسيدنا النبي حذرهم: انتوا هتعملوا زي الجماعة اللي قالوا سمعنا وعصينا؟
هتعملوا زي بني اسرائيل قام تنزل عقوبات ترف عليكم متتاليه متتابعه؟ قال لا لا لا، ما وصلش كده. قال لهم قولوا سمعنا واطعنا. خلاص سلمنا كده الامر بدون فلسفه، بدون جدال، بدون مناقشه. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ربنا راح مكافئهم في الحال. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وراح ملينا الصيغه اللي هي كلها البركه، اللي هي كنز من كنوز الجنه، اخر سوره البقره. الله، دي اللي نجتنا. احنا قلت يا سمعنا واطعنا. ولذلك مثلا نفرض ان في واحد نام بعد العشاء وهو راح يرقد كده، قال اللهم اني نويت اصلي الصبح حاضرا، جماعه في المسجد، راجل شغال ولا راجل صاحب اعذار زينا عيان، النوم تقل عليه، فتح عينيه لقى الساعه 8 الصبح، لا صبح ولا فجر. ويا اولاد، ده انا نويت نية لله، خلاص رايد ربنا، قام راح متوضي وصلي الصبح قضى او فائت. الله اكبر. ربنا يقول للملائكه ايه؟ اثبتوها لعبدي حاضرة جماعة لأن نية العبد أسبق من عمله. دي دتنا ازاي؟ دات ببركة سمعنا وأطعنا. ما دام أنت سمعت وأطعت خلاص كده أنت عملت اللي عليك. ولذلك أنا حتى عندنا في القوات المسلحة علم وينفذ يا فندم. تمام، أيوه خلاص أنت عرفت المطلوب هتعمله. ده خلاص اتقضى كده. انت عرفت المطلوب منك، عرفت فلزم هتأدي. ولما واحد يتكلم في مشوار ويقول لك عندي انا، علي انا، اعتبر انتهى، خلصان، انت خلاص اطمنت، ما انت اخذت وعد. شوف احنا لما قلنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، ربنا راح فتح لنا الباب الخير كله. قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا يا ربي والله ما نقدرش نصيم، انا راجل سواق وهنمشي مسافات طويله، فانا ماشي في الصحراء نتيجه الصيام بندوخ وعينيا بالزغلل ونشوف فيه ميه على الاسفلت اللي هو السراب. ربنا يقول لا، ده يفطر ويطعم بعد رمضان. طب يا رب انا كنت ناوي ناخذ الشهر كله، ولكن العاده جاتني، الشقه شقت علي، الحيض جالي. ده شيء كتبه الله على بنات حواء. تشوفها تستمر معها 4 ايام 5 ايام 6 ايام تفطرهم وبعد رمضان نقضوه. هذا من يسر الشريعه. ولدت، حامل، مرضع، واحد عمل عمليه، واحد عيان، واحد صاحب شيخوخه، واحد. شوف الدين، كل البركات دي جاتنا بسبب ايه؟ سمعنا واطعنا. لكن لو كنا عملنا زي البعده سمعنا وعصينا كان شدد ربنا علينا. ليه؟ من أعمالكم شدد عليكم. أنت تعرف دوامة بني إسرائيل؟ ربنا كلف موسى يا موسى عشان مشكلة الوادي المقتول ده، قول لهم يذبحوا بقرة. لو مسكوا أي بقرة وراحوا ذبحينها انتهت المشكلة. لكن هم تفلسفوا وجادلوا. قول لنا يا موسى نعم البقرة دي لونها إيه بالضبط؟ قال لهم صفرة. طب صفار عادي يعني ولا صفار شديد يعني ولا انهي؟ ما انت عارف اللون الاصفر ده فيه القاني والكاتم والفاتح. يا اخوانا هي بقرة فاقع لونه وتسر الناظرين. طيب مواصفاتها ايه؟ طولها قد ايه؟ ارتفاعها قد ايه؟ طب وزنها قد ايه؟ طب بالنسبه لجلدها؟ طب بالنسبه لقرونها؟ طب سيدنا موسى يسأل ربنا وجاوب عليه. يعني بقرة يا اخوان، لا ذلول تسقي الحارث وتعمل وتسوي ده لهم المواصفات كلها، وفي الاخر ايه؟ خلي ربنا يوضح لنا اكثر من كده، احنا مش فاهمين. ده هروب، ده تقاعس، ده جدال مع ربنا، وفي الاخر ما ذبحوش. اوعى تفتكر ربنا بيظلم حد. الفلسفه اللي ضيعته، الفلسفه هي اللي ضيعته. يا سلام. وزمان واحد ايام من الامام علي بن ابي طالب اشرب اسكر راح مطلق المرأة، فخذوه راحوا بيه سيدنا الامام علي
صاحبنا ده كان سكران، قال لهم تمام. قالوا له هذا بالكلام وطلق مراته. الحل ايه؟ قال له انا ما كنتش في وعي وانا عارف ان طلاق السكران ما يوقعش. ايه ده؟ الامام علي قال يقام عليه حدين، حد الخمر وحد الفلسفه بتاعته دي، حد الهذيان، حد الهذيان ده. ها؟ ايه ده؟ ايه البجاحه دي؟ ده دين. انا مخطئ، انا اخطات، ده حتى ما يبقى فيه قاعده عرب وبتاع، انت فلان كنت غلطان، اي والله والله انا اخطات، انا اندفعت، انا سرعت، الموضوع ده عندي. خلاص الرجل اعتذر يا اخوان، خلاص اقبلوا منا العذر، اقبلنا عمي، سماح سماح. ده حتى يوم القيامه اللي بيخطئ يقول لربنا يا ربي انا اخطات، خلاص انا اخطات مهما عمل من ذنوب، انا يا ربي اعترفت، انا يا ربي ندمت، ندم توبه يا اخوان، انا يا ربي اسرفت على نفسي وابليس استدرجني، بس انا عشمان في رحمتك الكبيره، انت رحمتك وسعت كل شيء، وانا يعني عبدك المقصر المعترف بذنبي وابوء بذنبي. ها؟ ربنا بيقبل يا اخواننا كده، مش قال ادعوني استجب لكم؟ ايوه، بيبقى فيها نوع من تمشي به الامور دي. العبادات في الاسلام ليها غايات عظمى ومن ورائها حكم. ابا انا عايزك تفكر انت، هنمتنع عن الطعام احنا كم ساعه وفي الاخر يتفتح لنا الباب وهناكله ونعوضه، دي عباده؟ طب ربنا يصومنا ليه؟ عايز يعذبنا؟ طب كان طول المسافه. لا لا لا، هو مش عايز يعذبنا، ده هو عايز يعطينا اجرا، عايز يبلغنا مراحل في الجنه اعمالنا العاديه ما توصلناش، عايز يبلغنا الحاجات دي، فيدينا حاجه، شويه الصيام، شويه صلاه، شويه ذكر، شويه تسبيح، الصدقه تطلع، مش عارف عمل خير ندله عليه، امر بالمعروف ندله عليه، نهي عن المنكر نعمله كده، يبقى ده لمصلحتنا احنا. واحد يقول لك ما يقولوا الصيام ده برضه يعني واخد بالك انت، صوموا تصحوا، في صحه، ايوه بس انت ما صيمش عشان الصحه، لا، كان بدليل الرجل المريض يقول لك انا عشان نصح، لا يا عم انا نصيم، لا، ده صوم وتصح وتريح الخلايا، تريح المعده، تريح الاعضاء الداخليه دي شغاله دهس السنه كلها 365 يوم، فربنا عايز يريح لك الحاجه دي. المعده بيت الداء والبطن شيء ثقيل يورث الكسل، ايوه، فربنا عايز يريحك. ايوه صوموا وتصحوا، فيه ما ده، فيه دكتور عمل بحث يا اخوانا قال فيه حوالي 70-80% تم الشفاء لهم وكان عندهم البول السكري، درجه من درجات السكر اسمها البول السكري، لما صاموا رمضان شوفوا ايوه شوفوا. فاللي يعرف من المسلمين قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا. ايوه طبعا الانسان اللي صايم ده يعني حاجات كتير بتبقى مستريح، يكفي انك انت تعمل تصفي. زمان شيخنا الألباني رحمه الله عليه، عالم الاحاديث الكبير السوري ده، هو اساسا من ألبانيا يعني، وليه مصر وكرموه، علم من اعلام الدعوه الاسلاميه واستاذ علم الحديث، وعلم زي ابو اسحاق الحويني والناس الكبيره دي، وكرجل يفكرك بالصحابه لما تشوف له صوره طول وعرض. كانت حصلت معه مشكله باطنيه، فكان غاوي هو يقرا في مكتبات دمشق واللاذقيه، فبيقلب في كتاب قديم لقي ورقه وسط الكتاب فيه وصفه للعلاج للامراض الباطنه. الوصفه دي اللي كاتبها قال ان الانسان يصيم 40 يوم متتابعه، لكن من حقه يشرب شويه ميه كل 3-4 ايام. 40 يوم متتابعه بس يشرب شويه ميه. طبعا ربنا قال ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما دام هتشرب ميه ما هتموتش. المهم الراجل بعد 20-25 يوم بدأ الجسم ينحل، الأشعات قبل ما يبدأ في الصيام قايلة الدنيا جوا مبهدلة. بدأ الرجل من نفسه كده
لغاية ما راح يلقي محاضرة في جامعة في دمشق، كانت معاه دراجة بخارية، فراح الرجل بيها، قالوا له بعد كده أنت هتركب مواصل الباص زي الميكروباص عندنا أو الأتوبيس. فلما دخل القاعة تلاميذه والمريدين شافوا هزال على جسمه، بطلان، وعينه بدأت تزوغ. ايه شيخنا فيه؟ سلامتك سلام، انت مريض ولا؟ قال لهم لا والله انا في سياحة. سياحة ايه؟ قال لهم والله انا صايم. طب الصيام يهزك الهزة دي وينزل من جسمك دي وغيرك؟ قال لهم والله اصلا انا صايم من بدري، الصيام غير رمضان. قالوا احنا فاهمين صيام سنة. قال لهم لا، ده صيام علاج، بس للأسف متتالي ومتتابع، لكن أنا بنشرب مي. قال شاءت إرادة الله طلعت من هناك، فانزلت في اللاذقية مستني الباص. الباص اللي طلع قبل أنا ما نوصل بثلاث أربع دقائق هيغيب ساعة ويجي. قال فأنا قعدت في المحطة مستني الأتوبيس يجي آخر دور نركب فيه، الظروف حتمت معي. قال وشاءت إرادة الله جماعة فاتحين مطعم جنبي عمال يشوف في كبده، قالوا عما يهولها والريحة جايالي كباب وكبده، والنفس وأنا داخل على 33 يوم صايم. قال قسيت الساعة دي لغاية ما جه الأتوبيس، كانت من أمر الأيام في حياتي. بقيت ماسك في الكرسي اللي أنا قاعد فيه، مقعد مبوط فيه عشان ما نضعفش، الريحة وصلاني، كهربت جسمي، النفس ضعيف يا أخوانا، احنا كنا نحب الوقت. قالوا ماسك في البتاعة دي خايف لا نطير عليهم، هننهار 33 يوم خلاص قربت الحدوته 7 8 أيام. قالوا بقيت ماسك في الكرسي مبوط فيه خايف على نفسي، لغايه ما جه الاتوبيس رحت طاير رامي نفسي على الاتوبيس وقفلت القزاز ومستني الاتوبيس يطلعني من النار اللي انا فيه. راح طالع. قال على 40 يوم رحت راجع للطبيب المعالج اللي عامل الاشعاعات، عمل لي الاشاعه، فراح قاعد الراجل يكلم نفسه، يا مولانا في ايه حصل؟ قال لي في ايه حصل؟ قال لي الحال جوا تغير خالص، ده كانت فيه علل وكانت فيه بلاوي زرقاء، الإشاعة طالعة كأنك والد النهارده يا مولانا، حاجة صافية وحاجة بيضة وحاجة زي الفل. أمال الأشعة القديمة؟ قال لي ما قدامك. قال يا عمي طبيعي لنا، قال دي لدي. راح ضحك هو، قال له اوعى تقول لي علاج، ده في علاج تاني رباني. قال لي ايه هو؟ قال له انا النهارده لي 42 يوم صايم. قال له يعني شفت اخر النهار؟ قال له لا 42 واخدهم سد. قال له ايوه. طب ازاي؟ قال له بنشرب ميه، انا ممكن اخر النهار ناخذ لي جرعه ميه الليل كده يعني، او ثاني يوم مثلا. ايه ده؟ انت صايم ليك 42 يوم؟ قال لي ايوه. ما الحسبه اللي جايه كانت 41 يوم وانا النهارده ودين جيت لك. سمت يا مولانا؟ قال لي قال لي يبقى هو اللي غير الحال جوه ده، اللي شفاك ده وغير الباطن من الداخل، هو اللي حصل ده. ده معجزه، بس مين يقدر عليه؟ قال له الألباني قدر عليه بفضل الله عز وجل. صايم 42 يوم؟ قال لي. قال له بس انا معي سؤال يا دكتور تعبني. قال له تفضل. قال له شوف انا ممتنع عن الاكل، كنت كل 3 4 ايام ندخل الحمام، ومع ذلك كانت تنزل مني فضلات. قال له قال له طب واحد لا واكل ولا شارب، حتى لو في الاول مبلوعه تخزينات الاكل فضلات الطعام، حديث عهد بالاكل، لكن لما تقدمت على يوم مثلا 13 يوم 19 يوم 24 يوم 29 يوم 32 يوم 40، انا كنت بندخل حمام ونلاقي فضلات نازله مني. قال لي الحاجات دي اللي كانت عالقه في جدران المعده والكبد والقولون والامعاء بدات تصفي، هو الاذى اللي تعبك ده. فلما سيدنا النبي يقول صوموا تصحوا، يبقى الكلام ده ليه مردود طبي، وسيدنا النبي لا ينطق عن الهوى. الله الله، ايوه. ده في اخواننا اللي عندهم سكر، كلنا عندنا سكر شفى الله الجميع، احيانا الدكتور يقول له انت بس تاخذ العلاج في المفطر والسحور، ويبقى نشيط ورايق وما فيش عرق مثلا، ما فيش هبوط في الدوره الدمويه، ومشيته تبقى حلوه ونفسيته مرتاحه، ويقيس السكر اللي يجيه مظبوط زي الفل. هي دي صوموا تصحوا. لكن احنا بنصوم طاعه لله، انت هدفك مش الصحه، كده هتتغير نيتك، يبقى اللي يصرف لك الاجر الدكتور ومدير المستشفى،
ضيع الحدوته. لا أنا هنصيم عشان ربنا قال إيه؟ كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. أنا بنصيم لك طاعة يا رب. أيوة فيه جوائز حلوة هتجي لي، صوموا تصحوا، أيوة ده من بركات الصيام. لكن أنا مش صايم عشان الصحة. زي واحد يقول لك والله الصلاة زينة هتنشط برضه الجسم يا مولانا، وهتبقى هي الصلاة خلي بالك ده موضوع من نوع من الرياضة. لا يا عمي، ده عبادة لله. أنا بقول الله أكبر تكبيرة الإحرام. طب ما نقعد أنا ونعمل زي بتوع اليوجا ده، نعمل إيدي نص ساعة رجلي نص ساعة نشتغل تمارين. ها؟ الرياضة مالها وما العبادة؟ هي فيها طقوس قيام وسني ومد وقعود وركوع، والحركة دي كلها زين، لكن هي في الأساس عبادة. أنا نويت أصلي الظهر، الله أكبر، نويت لله، دي عبادة. أنت تعرف يقول لك إخواننا اللي بيصلوا الصبح في مرض معين ربنا بيشفيهم منه، يقول لك أثناء الركوع فيه طاقة سلبية بتطلع من المخ، ولذلك اللي بيصلوا الصبح ما بيصابوش بالجلطات أيا أنواعها كانت. ليه؟ لسببين اثنين. في الصبح بيبقى فيه نسبة هواء دي أكسجين خالص قبل أن يتلوث الجو، أنت بتستنشقها، بتريح لك الكليتين، بتريح لك الرئتين، بتريح لك الكبد، بتعمل تنفيس للمخ وللمخيخ والحاجات دي كلها. ولما تيجي ساجد الطاقة بتاعت النهار كلها الموجبة دي السلبية دي اللي فيها الشحنات واللي تتفرغ. يا سلام. دي برضو من بركات صلاة الصبح والحرص عليه. ده ناهيك عن مكافأة تاني، من صلى الصبح كان في معية الله إلى أن يمسي، كان في عناية الله إلى أن يمسي، كان في حفظ الله إلى أن يمسي. إيه دي؟ اللي صلى الصبح ما يحصلش مكروه لغاية ما يليل عليه الليل. لذلك زمان دخل عبد الله بن عمر وابنه عاصم، لا ابنه سالم مش عاصم، سالم، دخلوا عند الحجاج بن يوسف الثقفي، فجايبين راجل هيقيموا عليه الحد كان يعملوا النطع، حاجة زي القرمة كبيرة، ويجيبوا البلطة المشهورة دي، واخد بالك، والرجل الجلاد يبقى موجود وكتفوه ويقول ميل رقبتك على البتاع ده، والجلاد يروح ضارب تروح طايره الرقبه. فالحجاج لما لقى الراجل جاي قال طب قوم يا سالم انت نفذ الامر ده، عايز يقول له شارك معانا في الموضوع ده عشان الثواب يعني. فقام سيدنا سالم وابوه قاعد عبد الله بن عمر بن الخطاب، فخذ الراجل عشان نفذ فيه القتل، راح المكان اللي قتلوا فيه النطع والبلطه اللي يضربوا بيها دي والحاجات دي. وبعد كده قال له قول لي، قال انت صليت؟ قال لي وانا صليت الصبح النهارده. صليت ايه؟ قال صليت الصبح. قال تعالى ده، راح فك وقال له اتكل على الله وراح راجع. قعد في المجلس، الحجاج خبيث ظل فيه لا لقى اثر دم ولا متغبر ولا متغير ولا طول ولا حاجه. قال له قول لي يا سالم. قال له قال انت عملت ايه بالظبط؟ قال له بالنسبه لايه؟ قال له الراجل يقول لك قلت لي. قال لا انا اطلقت سراحه. ها؟ قال له اطلقت سراحه كيف؟ ده مجرم واحنا عايزين نقتلوه نفس رقبته، عن نفسه في حكم. قال له طب انا ما قدرتش، كنت سبت مكاني جبته ثاني. قال لا انت عايزني نقتل واحد صلى الصبح؟ لقد سمعت ابي هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول سمعت من جدي اللي هو عمر بن الخطاب ان جدي سمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح بقي في امان الله حتى يمسي. طب انا عايزني نتجرأ ان نهد كياننا في امان الله، مين يقدر عليها دي؟ راح ضاحك سيدنا عبد الله بن عمر فرحان بولده، قال يا حجاج والله سميته سالم ليكون سالما، يا سالم سلمك الله، يا سالم سلمك الله. إذن العبادات لها حكم في الإسلام كبيرة، عرفناها جهلناها. نحن نقول
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. نسألك شفاءك فداونا بدوائك واشفنا بشفائك الذي لا يغادر سقما. اشفنا واشف إخواننا أجمعين، فك أسرانا، سدد ديوننا وأقساطنا، أرخص أسعار أقواتنا، انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، آخي بيننا وبين إخوتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تشقنا ولا تشق بنا ولا تجعلنا سببا لمن شقي. اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وحقق فيك رجاءنا ودعاءنا، وسر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اللهم صل على النبي واله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.